حبايبي أبطال 5 ابتدائي، معانا النهاردة الدرس التاني اللي بيتكلم على مظاهر سطح مصر. يعني إيه مظاهر السطح يا مستر في مصر؟ يعني أشكال سطح الأرض في مصر عبارة عن إيه؟ هقول له عندي أراضي مرتفعة مثل الجبال والهضاب، عندي أراضي أقل ارتفاعا زي إيه يا مستر؟ هقول له زي السهول الفيضية، ودي موجودة على جانبي نهر النيل، وبالمناسبة بتتميز بتربة خصبة بتساعد على قيام حرفة الزراعة. أوكي، ودي اللي ساعدت على استقرار المصري القديم ونشأة الحضارة المصرية. تمام يا مستر. عندي إيه كمان؟ عندي أراضي أقل ارتفاعا زي السهول الساحلية، ودي موجودة فين؟ على ساحل البحر المتوسط شمالا وساحل البحر الأحمر شرقا. وإيه كمان؟ عندي المنخفضات. يعني إيه منخفضات؟ يعني أرض تنخفض عن مستوى سطح البحر. يبقى المنخفض هو أرض تنخفض عن مستوى سطح البحر. طيب، يبقى أنا عندي هنا في تنوع في أشكال السطح في مصر؟ طبعا. طيب يلا بينا نتعرف على أشكال السطح في مصر بطريقة آه، أكثر وضوحا وأكثر تفصيلا. يلا بينا نسمي الله بسم الله. في الدرس ده قسم لي مظاهر سطح مصر إلى 4 وحدات. نعم يا مستر، قسم مظاهر سطح مصر إلى 4 وحدات. إيه هي ال4 وحدات دي يا مستر؟ هقول له رقم 1 وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. مش دي أصغر وحدة تضاريسية في مصر، إيه هي؟ وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب عندي إيه كمان؟ دي رقم 1. أوكي ماشي. رقم 2 الصحراء الغربية. الصحراء الغربية وهي أكبر وحدة تضاريسية في مصر. رقم 3 الصحراء الشرقية، ودي موجودة شرق نهر النيل. عندي رقم 4 شبه جزيرة سيناء. يبقى أنا عندي هنا الدرس ده قسم لي مصر إلى 4 وحدات تضاريسية. الوحدة الأولى وهي وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، ودي أصغر وحدة تضاريسية موجودة عندي في مصر. رقم 2 الصحراء الغربية، وهي تقع غرب نهر النيل، وهي أكبر وحدة تضاريسية من حيث المساحة في مصر. عندي رقم 3 الصحراء الشرقية، وعندي رقم 4 شبه جزيرة سيناء. يلا نعرف كل وحدة من هذه الوحدات موجود فيها إيه، وأشكال السطح عبارة عن إيه. طيب عندي هنا أول وحدة تدريسية وهي وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب عندي هنا وادي النيل يا مستر، هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الأراضي اللي موجودة جنب نهر النيل. تاني، وادي النيل هو عبارة عن الأراضي الممتدة على جانبي نهر النيل، ودي بتبدأ من الجنوب إلى الشمال، من جنوب مصر إلى شمال مصر. طيب عندي ايه كمان يا مستر؟ عندي الدلتا. الدلتا دي عبارة عن شكل مثلث، حتة أرض هنا موجودة شكلها على شكل مثلث. اتكونت منين الدلتا دي يا مستر؟ من رواسب الأنهار، وموجود فيها نصف مساحة الأراضي الزراعية اللي موجودة عندي في مصر. تاني، نصف مساحة الأراضي الزراعية موجودة فين؟ هقول له في الدلتا. اتكونت منين الدلتا دي؟ من رواسب الأنهار. شكلها إيه؟ مثلث. موجودة فين؟ في الشمال. طيب عندي هنا وادي النيل ماله؟ هقول له هو الأراضي الممتدة على جانبي نهر النيل من الجنوب إلى الشمال. طيب عندي إيه كمان؟ منخفض الفيوم موجود قدامي في الصورة. هو عبارة عن إيه؟ أرض تنخفض عن مستوى سطح البحر. طيب منخفض الفيوم عندي هنا مميز بإيه يا ولاد؟ مميز بإن المية بتاعت نهر النيل بتوصل له عن طريق ترعة اسمها إيه؟ بحر يوسف. تاني، عندي هنا يتميز منخفض الفيوم بوصول مياه نهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسف، لذلك يتميز بأرض خصبة وصالحة للزراعة رغم وقوعه في الصحراء الغربية. طيب عندي هنا المعلومة اللي أنا قلتها في البداية، ساهمت الزراعة في استقرار المصري القديم حول نهر النيل وقيام الحضارة المصرية القديمة. آه، ودي طبعا تعرف بأقدم الحضارات. أوكي ماشي يا مستر. يبقى أنا عندي أول وحدة تدريسية اتعرفت عليها وعرفت تتكون من إيه. تاني وحدة تدريسية وهي الصحراء الغربية، يعني أكبر وحدة تدريسية في مصر. خلي بالك ممكن يجيب لي أكمل العبارة الآتية
تعد نقط أكبر الوحدات التضاريسية اللي موجودة عندي في مصر من حيث المساحة؟ هقول له على طول الصحراء الغربية. طيب ممكن يقول لي سؤال تاني، أكمل العبارات الآتية: تعد أصغر الوحدات التضاريسية الموجودة بمصر؟ هقول له نقط، هقول له وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب الصحراء الغربية، تعال نشوف بتتكون أو موجود فيها إيه من أشكال السطح. طيب عندي هنا الصحراء الغربية موجود فيها إيه يا مستر؟ هقول له أنا عندي موجود فيها إيه يا ولاد؟ عندي موجود فيها هضاب في شمال غرب الصحراء الغربية، هضبة اسمها هضبة مرمريكا. إيه؟ هضبة اسمها مرمريكا. عندي في الجنوب الغربي هضبة اسمها هضبة الجولف الكبير. ماشي، يبقى أنا عندي هضبتين، واحدة في الشمال الغربي اسمها مرمريكا، واحدة في الجنوب الغربي اسمها الجولف الكبير. طيب عندي إيه كمان من أشكال السطح يا مستر؟ عندي جبل العوينات تحت هنا شوية. شفته يا مستر، جبل العوينات موجود فين؟ هقول له في جنوب غرب القارة تحت هضبة الجولف الكبير على طول. ماشي، يبقى أنا عندي هضبتين وجبل، ودول من المرتفعات اللي موجودين عندي في الصحراء الغربية. طيب عندي إيه كمان في الصحراء الغربية يا مستر؟ عندي بحر الرمال العظيم، يعني الكثبان الرملية، ودي بتتكون بفعل الرياح. أوكي؟ ماشي يا مستر، هنتعرف عليها بشكل مفصل في الدرس اللي بعده. طيب عندي إيه تاني في الصحراء الغربية غير الهضبة بتاعت مرمريكا وهضبة الجولف الكبير وجبل العبينات وعندي بحر الرمال العظيم؟ في حاجة تانية؟ طبعا. إيه هي؟ هقول له عندي كمية منخفضات كتيرة جدا، زي منخفض القطارة، عندي منخفض سيوة، عندي كمان منخفض البحرية والفرافرة والدخلة ومنخفض الخارجة. كل دي اسمها منخفضات، يعني أراضي تنخفض عن مستوى سطح البحر. طيب عندي معلومة مهمة جدا، إيه هي يا مستر؟ عندي أكبر المنخفضات هو منخفض القطارة. هو إيه؟ هو منخفض القطارة. طيب وهو غير مأهول بالسكان، ليه؟ لأنه مفيش فيه مياه. طيب اشمعنى باقي المنخفضات يا مستر موجود فيها سكان ومأهولة بالسكان؟ هقول له لأن باقي المنخفضات بتعتمد على المياه الجوفية في الزراعة، عندها مياه جوفية بيستخدموها في الزراعة، فبالتالي مأهولة بالسكان. خلاص، يبقى أكبر المنخفضات هو القطارة، ولكن هو غير مأهول بالسكان بسبب عدم وجود المياه. طيب بقى المنخفضات مأهولة ليه بالسكان؟ يعني موجود فيها ناس كتير ليه يا مستر؟ هقول له علشان تعتمد في الزراعة على المياه الجوفية. ماشي، وكده احنا اتكلمنا على الصحراء الغربية وعرفنا موجود فيها ايه. موجود فيها هضبة مرمريكا، هضبة الجولف الكبير، جبل العوينات، بحر الرمال العظيم، ويغلب المظهر الرئيسي في هذه الصحراء المنخفضات. ماشي ماشي يا مستر. نروح على اللي بعده وهي الصحراء الشرقية. الصحراء الشرقية موجودة شرق نهر النيل. موجود فيها ايه الصحراء الشرقية دي يا مستر؟ هقول له موجود في الصحراء الشرقية هضبة اسمها هضبة ايه؟ هضبة المعازة في الشمال. هضبة ايه؟ المعازة في الشمال. وعندي هضبة العبابدة في الجنوب. وعندي سلسلة جبال البحر الأحمر أو سلاسل جبال البحر الأحمر. وأعلى قمة جبلية في هذه السلاسل جبل اسمه شايب البنات. اسمه إيه؟ شايب البنات، هو اسمه كده. طيب عندي كمان وادي اسمه وادي قنا، وده أحد الأودية الجافة. يعني إيه أودية جافة يا مستر؟ هي أودية كانت تجري بها المياه ثم جفت. طيب أهميتها إيه؟ يعني بيستخدموها في إيه دلوقتي؟ بيستخدموها في تخزين مياه عند حدوث السيول. تمام؟ ماشي يا مستر. طيب يبقى أنا عندي هنا الصحراء الشرقية موجود فيها إيه؟ هضبة المعازة في الشمال، الجنوب هضبة العبابدة، وادي قنا، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعندي أعلى قمة جبلية هو جبل شايب البنات. طيب نروح على الوحدة اللي بعدها وهي آخر وحدة تضاريسية في هذا الدرس، وهي شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء عندي بيكون بقى موجود فيها إيه يا مستر؟ هقول له في الجنوب عندي سانت كاترين، جبل سانت كاترين، فوق منها جبل اسمه جبل موسى اللي كلم فيه موسى ربنا سبحانه وتعالى وتجلى فيه المولى سبحانه وتعالى. طيب فين في المكان ده؟ يبقى انا عندي جبلين في الجنوب، سانت كاترين تحت خالص، فوق منه جبل موسى، عندي في المنتصف هضبة اسمها التيا، عندي في الشمال جبل اسمه جبل الحلال. وكل الجبال والهضاب دي من المرتفعات، الأراضي المرتفعة. عندي وادي اسمه وادي العريش، وده بيصب فين؟
في البحر المتوسط من ناحية الشمال، وعندي سهول ساحلية موجودة في الشمال على ساحل البحر المتوسط. يبقى أنا عندي شبه جزيرة سيناء فيها جبل سانت كاترين وجبل موسى في الجنوب، في الوسط عندي هضبة التية، في الشمال عندي وادي العريش وده بيصب في البحر المتوسط، وعندي جبل اسمه جبل الحلال في الشمال، وعندي سهول البحر المتوسط السهول الساحلية. طيب أنا كده اتعرفت على كل مظاهر السطح اللي موجودة عندي في مصر. طيب أوكي، إيه كمان المفروض أعرفه يا مستر في الدرس ده؟ إيه العوامل اللي شكلت سطح مصر؟ عوامل شكلت سطح مصر، يعني في عوامل بتشكل سطح مصر. زي ايه؟ هقول له عوامل باطنيه وعوامل خارجيه. ايه العوامل الباطنيه والخارجيه دي يا مستر؟ عوامل باطنيه تحدث في باطن الارض زي الالتواءات والانكسارات، ودي بتساهم في تشكيل جبال البحر الاحمر. تاني، العوامل الانكساريه التي حدثت في بطن الأرض شكلت جبال البحر الأحمر. يعني لو قال لي بما تفسر تكوين سلاسل جبال البحر الأحمر، يعني اتكونت ليه؟ هقول له بسبب الحركات الانكسارية، أي العوامل الباطنية التي حدثت في باطن الأرض. طيب كونت إيه؟ جبال البحر الأحمر. طيب العوامل الخارجية اللي ساعدت في تشكيل سطح مصر، هقول له عندي التعرية الهوائية. طبعا هي عبارة إيه؟ عن الرياح بتنحت في الصخور وبتشكل عندي أشكال سطح مختلفة زي الكثبان الرملية. التعرية المائية شكلت الأودية ومنها وادي النيل، وهو نحت المياه في الصخور مكونة أشكال سطح مختلفة، منها الأودية الجافة ووادي النيل. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس بتاعنا. طيب أنا استفدت إيه من الدرس ده؟ استفدت إن عندي أشكال سطح كتير جدا زي الجبال والهضاب والسهول الساحلية والسهول الفيضية والمنخفضات. طيب هل الحاجات دي كلها مفيدة لينا يا مستر؟ طبعا الجبال بناخد منها يا ولاد الذهب والمعادن، ذهب ونحاس ومنجنيز وفوسفات، ودي بتدخل في ايه يا مستر؟ بتدخل في العديد من الصناعات. فالجبال مهمة، جبال مهمة. السهول الفيضية مهمة طبعا، ليه؟ لأن هي تتميز بتربة خصبة اللي باخد منها المحاصيل الزراعية، بتساعدني في قيام حرفة الزراعة وباخد منها الفاكهة والخضار. ممتاز، اللي ساعدت في قيام الحضارة المصرية. يبقى أنا عندي السهول الفيضية مهمة، عندي الجبال مهمة، عندي البحار مهمة طبعا، باخد منها إيه؟ مصدر غذائي بحري، بالإضافة إلى إن هي مصدر لمصادر الطاقة زي إيه؟ باخد منها البترول أو غاز طبيعي. تمام؟ يبقى أنا عندي تنوع أشكال السطح ترتب عليه إيه؟ تنوع الأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية في مصر. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لك الدرس اللي بعده وكل جديد كمان. كان معاكم مستر إسلام الهواري.